رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قال في آخر حوار له أنه لن يسمح بانهيار الدولة التونسية، وأشار إلى أن التجاذبات التي تقع حاليا بتونس ما هي إلا جزء من الديمقراطية. تعليقك دكتور؟ كل ساعة من نصبك وليا على تونس؟ تلعب الجزائر. عندك عمل كبير بالجزائر. من نصبك على تونس؟ تونس دولة موجودة حتى قبل دولة الجزائر. تونس دولة موجودة حتى قبل دولة الجزائر. وتونس دولة يعني لها أسسها ولها مقاومات ولها شعبها يحميها. شو دخلك أنت بالموضوع؟ لكن المصيبة هو أنه يعني هذا النظام الجزائري يعني دائما وابدا يتدخل في شؤوننا. احنا عمرنا ما دخلنا في شؤون الجزائر ابدا، لكن هذا النظام يتدخل في شؤوننا بدون استمرار. انا اقول لك انه هذا ليس سر، انهم يعني حاربونا بكل الوسائل في ابان الثوره، وكان واضحا بالنسبه لهم انه لا سبيل انه تنجح الثوره الديمقراطيه في تونس، ويعلم الله قداش مشيت لهم يا ولدي احنا اخوات، احنا كذا، احنا كذا، كيف يعني واضح انهم كانوا بالنسبه لهم هذه ثوره تونسيه يجب ان تخمد، لا مجال ان تقوم ديمقراطيه في تونس. وواضح انه بالنسبه لهم كان يمكن ان تكون العدوى. بين قوسين كانوا على حق. فكانت العدوى. طبعا كانوا على حق. انا يعني كانوا على حق، والدليل على ذلك الحراك اللي هو مجرد الصداقه لما وقع في تونس ولما وقع في مصر الى اخره. لكن في اخر المطاف يعني هذه ديكتاتوريه تريد ابقاء الدكتاتوريه الموجوده الان في تونس، وتدعم هذه الدكتاتوريه وخايفه على هذه الدكتاتوريه ان تسقط. ستسقط هذه الدكتاتوريه في تونس، سنسقطها احنا التوانسه، ولن يستطيع احد انقاذها، لا انتم ولا غيركم. وانا احيي هنا يعني نضال الشعب الجزائري من اجل الديمقراطيه، واحيي الحراك واتحمل مسؤوليتي في كل ما اقول. هل تظن أنه إذا سقطت الدكتاتورية بتونس سوف تسقط بباقي الدول المغاربية؟ الدكتاتوريات العربية كلها مؤهلة للسقوط، كلها، لأنها هي المشكلة وليست الحل. الدكتاتوريات العربية هي اللي دمرت هذه الأمة. احنا أمة ب400 مليون نسمة، كان المفروض أننا نكون أمة صانعة للتاريخ. احنا أمة ضحية هذا التاريخ، لأن هذه الدكتاتوريات الحقيرة دمرت شعوبنا، أهلكت شعوبنا، أذلت شعوبنا. واليوم الحرب كما ابائنا واجدادنا حاربوا ضد الاستعمار الخارجي، نحن مهمتنا وانتم خاصه الشباب مهمتكم هو محاربه الاستعمار الداخلي والانتهاء من هذه العصابات التي استولت على الدول، والتي اصبحت اليوم جزء من المشكله، اكبر جزء من المشكله وجزء من الحل. معركة الديمقراطية هي معركة كل الشعوب العربية ودون استثناء، والشعب الجزائري من الشعب الجزائري، الشعب المغربي، كل الشعوب المغاربية والشعوب العربية اليوم مهمتها الأساسية هي التحرر من الاستعمار الداخلي. دكتور، أصبحت الجزائر فعليا الجدار المتين الذي استند عليه قيس سعيد بكل ثقله منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية. ما هي قراءتك لهذا الدعم الكلي لشخص قيس سعيد في هذه اللحظة؟ هذا دكتاتور يعني يجدون فيه أنفسهم ويتمنون، لكن حسب رأيي يراهنون على الحصان الخاصة، لأنه هذا نظرا لأنه غير سوي وغير كفء، هو مجرد كاريكاتور دكتاتور، وبالتالي هم أخطأوا كثيرا في المراهنة على هذا الشخص. وبالتالي أنا لا أستبعد أنهم سيراهنون على شخص آخر قد يكون الدكتاتور الحقيقي كما يريدونه، يعني الدكتاتور كامل الأوصاف اللي هو قادر كذا 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 كذا. لكن مرة أخرى هذه كلها معارك خلفية. هذه شعوبنا كلها بعقلها الذكي بوعيها الجماعي كلها دخلت في المعركة من أجل التحرر من الاستعمار الداخلي، وهذه المعركة لن تنتهي مهما كانت الصعوبات ومهما كانت يعني الهزائم الظرفية، إلا بعد أن يتم المشروع وأن تكون لنا دول قانون ومؤسسات وشعوب من شعوب المواطنين وليس شعوب